إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، قد أظلكم فصل الشتاء، وهو فصل كان يكتب فيه عمر رضي الله عنه لعماله: إن الشتاء قد حضر فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا والدثار. الدثار الغطاء والجمع دثور. وإن من منة الله تعالى عليكم أن جعل لكم سرابيل. سرابيل جمع سربال، والسربال كل ما يلبس من ثياب أو دروع، جمع درع، والدرع قميص من حديد يلبس وقاية من السلاح. سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم البرد. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم وفيها دفء، أي ما تتدفؤون به من البرد، ومنافع ومنها تأكلون. فاشكروا الله تعالى، فإن الشكر سبب في المزيد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم، أي أعلم إعلاما ما لا شبهة معه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن مجيء الشتاء وعودته إلينا يعني انقضاء عام كامل بفصوله المختلفة، وهذا يشعرنا بضرورة تذكر المسير المحتوم، أي لا بد منه، والنهاية الأكيدة التي تصير إليها كل المخلوقات. قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أن الشتاء أقبل علينا ببرده ومطره وطول ليله وقصر نهاره، مما يجعل المرء يتساءل كيف يكون اجتهاده في عبادة ربه، وكيف يمكن للمسلم أن يستثمر أيام الشتاء ولياليه في جنى أي غنمه أكبر قدر من الحسنات. ففي الشتاء يقصر النهار فيسهل عندئذ الصيام من غير مشقة تلحقه أو كلفة تحصل له من جوع أو عطش، وذلك لقصر نهاره مع برودة الجو فيه. ومن ثم اسم يشار به إلى المكان البعيد، ويعرب اسم إشارة بمعنى هناك. فلا يحس الصائم فيه بمشقة الصيام التي يحسها في أيام الصيف. فهذا عامر بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إذا دخل الشتاء مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وكان
عبيد بن عمير رحمه الله: إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى الغنيمة الباردة أي السهلة، ولأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه. وقال ابن رجب الحنبلي: قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الشتاء غنيمة العابدين. رواه أبو نعيم بإسناد صحيح. أيها الأحبة في الله، إن الشتاء أمره عجيب لمن تذوق فيه طعم العبادة. وقد ذكر الله تعالى من أوصاف أهل الجنة أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون. الهجوع النوم ليلا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم ليله 3 أقسام بين القيام والنوم وطلب العلم. وكان يقول: جزأت الليل 3 أجزاء، ثلثا أصلي، وثلثا أنام، وثلثا أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ليل الشتاء الطويل ينال المؤمن حظه من النوم والراحة كما ينال حظه من القيام والعبادة. يقطع الصالحون القانتون ليلهم بالذكر والصلاة، ويتلذذ العابدون القائمون بطول المناجاة، يعرضون حوائجهم عند ربهم ويبدون فقرهم بين يدي مولاهم، ويذكرون مساوئهم أمام البر الرحيم عز شأنه وجل جلاله. بين من يتلذذون بالتلاوة والذكر والدعاء والمناجاة والصيام والقيام، وبين من يبيت غافلا لاهيا ساهيا كأنه قد نسي يوم الحساب. شتان ثم شتان بين أقوام يبيتون لربهم سجدا وقياما، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار أي أواخر الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الله تعالى: أمن هو قانت، وفي قراءة أمن هو قانت بتخفيف الميم. قانت أي مطيع لله تعالى آناء الليل أي ساعاته، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يتذاكرون بشتاء زمهرير جهنم. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي عذابا لازما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. شتان بينهم وبين أقوام آخرين غافلين وفي السهر القاتل غارقين، يقطعون الليل الطويل في سمر مهلك مستقلين بما لا يحل من مسموع ومقروء ومشاهد ولعب بالنرد. وتعرف عند العامة الطاولة وهي حرام. روى أبو داود وابن ماجه في سننهما عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. والنرد هو الزهر المعروف في اللعب على شكل مكعبات على كل جانب منها رقم أو إشارات للأرقام، وقيل إنه قمار، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا لحسرة الغافلين ويا لندامة المقصرين. أيها الأحبة في الله، أن هذا البرد الذي ننزعج منه أحيانا أنه نفس من أنفاس جهنم وجزء يسير جدا مما في النار من العذاب والنكال، أي العقاب أو النازلة. وفي الصحيحين
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكى النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، والزمهرير شدة البرد. وفي هذا إشارة إلى أن عذاب النار منه ما هو حر ومنه ما هو برد، ومن المكاره ما يحصل من جراء أي أجل هذا البرد من أمراض وعلل كنزلات البرد والزكام والحمى ونحوها، وهي كفارات للعبد، فلا يلجر بها ولا يشتكي منها ولا يتسخط بسببها، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم السايب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تصبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم في صحيحه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فسألها: ما لك تزفزفين، أي ترتعدين من البرد؟ فأجابته: الحمى أي السخونة، وهي نوع من الأمراض، وهي أنواع متعددة، ولكنها تكون بقدر الله عز وجل، فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى، لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصب الحمى أي بجميع أقسامها، فإنها تذهب أي تمحو وتكفر وتزيل خطايا بني آدم، أي مما يقبل التكفير، كما يذهب الكير خبث الحديد أي وسخه. وكير الحداد جهاز يستخدمه الحداد للنفق في النار لإذكائها أي لإشعالها، فإن الحديد إذا صهر على النار أي أذابه ذهب خبثه وبقي صافيا. كذلك الحمى تفعل في الإنسان كذلك. في الحديث النهي عن سب الحمى، وفي الحديث أيضا الرضا بقضاء الله وقدره. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحيي قلوبنا وأبداننا بطاعته وأفئدتنا بمعرفته، وأن يقيد نفوسنا باليقين والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل النوم سباتا، السبات الراحة، وبسط الأرض فراشا، وجعل الليل لباسا والنهار معاشا. الحمد لله الذي جعل في تقلب الفصول موعظة وعبرة سبحانه وتعالى، تنزه عن الأشباه والنظائر، وعلم ما في الضمائر المذكور في كتابه سبحانه بأشرف الأسماء والنعوت، النعت الصفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، هدى الله به من الضلال وجمع له شريف الخصال. جمع خصله خلق في الإنسان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما طلع الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، إن من أبواب الخير في هذا الفصل أي الشتاء طول الليل الذي يتمكن العبد فيه من القيام، فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك
إلى صلاة الليل التي قال الله فيها: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال فيها: ومن الليل فسبحه وأدبار، وفي قراءة وإدبار السجود، أي أعقاب الصلوات. فإن صلاة الليل شعار المتقين ودثار، أي القطاع، ودثار أولياء الله المفلحين. قال الله تعالى في وصف عباده المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، وفي قراءة ما أخفي لهم بسكون الياء من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قليل فليل الشتاء طويل فلا تقصروه بمنامكم ولا تضيعوه بسهركم على المعاصي والملذات، واجعلوا ليلكم ليل المتقين الذاكرين لا ليل الغافلين المستهترين. أيها الأحبة في الله، إن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها حرا ولا بردا. قال قتادة رحمه الله: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعا. قال الله تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. تقدموا بارك الله فيكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خير. اللهم من أراد مساجد المسلمين وأهلها بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره، واكفنا شره يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.